عندكم كاينه اللي كيشرب وكاينه اللي لأ. المهم نتوما غادي ديروا القهوة، غنوريكم القهوة ملي غتحصلوا عليه. درت واحد الخمارة حمرا، هانتوما جوج منها البنات 16 غرام، وصافي غادي نخلّط مزيان بالباطور، اولا اللي ما عندكمش ديروا على يدكم. المهم غادي نخلّط هادشي مزيان كيما يبان لكم في الفيديو. وصافي بالنسبة للدقيق غادي ديروه على حسب القوام بحال اللي غيجيكم على شكل كيك. هاد الكيك هذا اللي حضرت معكم بديل جينواز، البنات اللي ما كتصدقش معاهم الجينواز هذا غيكون البديل ديالها، وكتجي واعرة البنات. وعرفتي المذاق ما نعاود لكمش عليه. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو من الاول وكاع المراحل باش تنجح معكم هاد الطورطه، حيتاش لا زقلتو شي مرحله راه طبيعه الحال تقدر ما تصدقش معكم. المهم هانتوما انا زدت شويه ديال الدقيق، هي هذيك اللي قلت لكم البنات تقريبا واحد 300 غرام، قل 50 غرام بحال هكا. المهم نتوما كديروا على حسب القوام الخليط ديالكم. ها انا غادي نوريكم القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. القوام خصكم تحصلوا عليه بحال هكا. المهم دابا انا خديت هذا المول هذا القلب وفرشت ليه هذا الورق الزبده اللي كيكون خاص بالطبخ، يعني واخا كديروه في الفران ما كيتحرق ما حتى شي حاجه. اللي ما عندوش راه يدير غير الزبده والدقيق ويدير المول ديالو شويه في الفريغو هكا يبرد بما توجدوا الكيك ديالكم حتى هو راه ما كيلصقش. المهم القوام البنات ديال الكيك كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي شي شويه تقل من هذاك الكيك اللي مولفين حنا كنعدلوه. كيجيك بحال هكا بحال القوام ديال البانكيكه البنات بحالو، تيجي القوام بحالو بحال هكاك. صافي الناس اللي بغاو يديروا كاكاو يديروه، انا خليتها بحال هكا لانني الكريمه اللي غادي ما نخليهاش بيضه غندير ليها النكهه. المهم كتبقاو تقادو في الكيك ديالكم هكا كيما يبان ليكم. كنقادد هذيك الورقه لانها كانت ما مقاده، صافي كضربها مع سطح العمل باش يخرجوا داك الفقاعات اللي كيكونوا لداخل باش ما كتجيش الجينواز متقبه. المهم دابا خديت هادي البنات ولات هي البديل ديال هولالا. هولالا راه ما بقاتش ولكن حتى هي نفس المذاق ونفس كلشي، يعني غير السميه اللي مختلفه. المهم هادي 500 ميلي ما درتهاش كامله، درت النُص وخليت النُص بحال درت 250 ميلي هي اللي استعملت. المهم طبيعة الحال كتكون يعني دايرينها من قبل في الثلاجة، أنا هاد المرة ما درتهاش بزاف درتها غير ساعة. المهم كتبقاو تخلطوا هكايا في الكريمة ديالكم حتى كيتضاعف الحجم ديالها، وهانتوما تشوفوا القوام اللي غادي نحصل عليه في الكريمة. المهم كنبقى نخلط على أعلى سرعة عندكم في الباطور ديالكم. إلا كانت عندكم 6 غديروا 6، كانت عندكم 4 غادي ديروها. المهم يكون أعلى سرعة. المهم ملي تنبدا نطلّعها غير شوية ما كتبقاش سائلة عاد باش كنزيد ندير ليها النكهة. المهم أنا درت ليها 2 معالق ديال كاوبيل، هذاك ماشي كاوبيل البنات كاكاو المور يكون من نوعية جيدة، ودرت ليها نوتيلا 2 معالق ديال النوتيلا أولا معلقة على حسب الذوق ديالكم نتوما. آآ كتجي بهاد المذاق، كتجي زوينة بزاف، جربوها وغتعجبكم. المهم إلا ما بغيتوش ديروا هاد المرحلة كاملة ديال الكاكاو والنوتيلا تقدروا ديروا داك الشونتيي داك الشوكولا هي اللي تستعملوا من الأول وخدموا بها عادي، ما تحتاجوش أنكم ديروا الإضافات اللي درت أنايا. ولكن هذه كتبقى اقتصادي، يعني هذيك تقدر
ما ديرلكمش تزين لكمش الطورطة ديالكم. المهم كنبقى نخلّط بحال هكا مزيان حتى يندمجوا ليا داك العناصر، وطبيعة الحال حتى كطلع ليا الكريمة ديالي. فاش غادي تطلع غادي نوريكم الطريقة كيفاش كتجي. المهم أنا طلّعتها حتى منين ها نتوما غتشوفوا القوام اللي غادي نحصل عليه، ملي غنقلبها ما غاديش تقلب معايا الكريمة، هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. إلا ما حصلتوش على هاد القوام هذا طبيعة الحال ها نتوما البنات الشي راني كنقلب البول وما تتقلبش معايا، هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. ما تخليوش الكريمة ديالكم تبقى سائلة وخفيفة، لأنها فاش كتكون خفيفة ما تت فاش كتجيو تزينوها بداك البوق ديال الحلوى، داك الجوب الحلواني ما داك التزيين ما كيجي زوين. المهم أنا سقيتها واخا فيها السوائل، سقيتها بالحليب، ضروري تسقيوها مزيان وما تخافوش منها البنات، ما كتقطع ما حتى شي حاجة. نتوما كتشوفوا باش كتجي راوية وتتجي فازكة وما كتشربش ليكم الكريمة. هذا هو السر البنات اللي كيقول لك راه ما كتصدقش معانا الجينواز اولا الكيك، حيتاش نتوما ما كتسقوهاش مزيان وكتشرب ليكم داك الكريمة وتتبقى تبان لكم داك الشيك بحال كيتشقق في الكريمة. الكريمة خصكم تفزكوا الجينواز ديالكم مزيان، تفزكوها مزيان وعاد ديروا الكريمة باش هكا ما كتشربكمش. وانتم البنات اللي ما عندكمش هاد سبارت ولا كاع خدموا غير بالمعلقه. راه السبع المستحيل شي وحده ما تكونش عندها سبارت ولا تبارك الله دابا كلشي عنده داك البانسو هادي. المهم لا ما عندكمش كاع قديو غير بالمعلقه هكا كتبقاو ديروا واحد الكميات كل باس بها، يعني تكون كميه شويه كتيره باش الجينواس كتجي عامره. بالنسبه للطبقه المقرمشه كتبقى لكم نتوما الاختيار، تقدروا ديروا هذا اللوز ديروا له كراميل وديروا انا شنو درت غير واحد بيمو اللي تيكون عامر بالفواكه الجافه. هذاك هو اللي استعملت انا وخدمته في هذا الجينواز، لان حتى لاخر لحظه عاد باش عدلتها انا ما فهمت، ما كنتش ناويه انني غنديرها. المهم الطبقه المقرمشه كتبقى لكم على حسب الذوق ديالكم، تقدروا ديروا غير كاوكاو تجيبوه من عند مول الزريعه، تشدوه تحيدوا له القشور وطحنوه شويه في الهاشوار تخليوه مقرمل وديروه صافي. جبت هاد الطبقه الثانيه درتها من الفوق، ودابا غادي ندوز عاوتاني. سقيتها قبل ما نحطها راني سقيتها على الوجه الظهر ديالها، ودابا غنسقيها على الوجه باش هكا كتجي راويه وما كتشربش ما كتشربش ليا داك الكريمه ديالي. والحليب راكم شفتوها البنات درتو في داك القرعه اللي كتكون ما تبقاوش تلوحوا داك القرعه اللي كتبقى لكم فيها الكريم هذيك اللي كتكون فيها الصوص زوينه. خليوها هكا تبقاو تستعملوها بحال هاد الوصفات هكا. تبغيو تسقيو بها شي حاجة كتسهل عليكم العملية أحسن من أنكم تبقاو ديروا داك البانسو. صافي الطبقة التانية فاش درتها راني كندير ليها الكريمة عاوتاني وتنقادها مزيان مزيان كيما عيبان لكم في الفيديو. حاولوا أنكم تقادوها مزيان وتفينيوها، لأن عاوتاني الشكل كيجي عاوتاني الشكل حسن من يعني المذاق تيجي زوين. وطبيعة الحال عاوتاني الشكل راه العين كتاكل قبل الكرش. المهم كتحاولوا تفينيوها بحال هكا وتتبقاو عاوتاني تمشيو للجناب وتقادوها باش الكريمه دوز على الطورطه ديالنا كامله بحال هكايا. وصراحه الطورطه هذه البنات جات واعره وارخص طورطه تقدروا انكم تحضروها وما كتاخذش معاكم يعني ميزانيه كثيره ديال الفلوس. يعني هاد الطورطه كامله تقامت عليا البنات ب35 درهم، يعني الا مشيتو تشريوها راه كيبيعوها لكم 75 درهم للكيلو، يعني تقام عليكم آه غاليه شويه. ولكن الا حضرتو هكا في المنزل ديالكم يعني تقام عليكم شويه اقتصاديه، وفي نفس الوقت انكم كتفرحوا بواحد الحاجه نتوما معدلينها وكتعطيكم نتيجه زوينه. وصافي انا صراحه فاش كنصايب شي حاجه هكا شي طورطه ولا شي حاجه كنكون يعني كيعجبني الحال بزاف، كنكون فرحانة أنني نبدع في شي حاجة أنني صايبتها. و وصافي كيما شفتوا كتبقاو تقداو صبرتو. لا عاد نجيب هذيك اللعيبة البنات راه رخيصة ماشي غالية هادي، راه كنت شريتها 3 ب5 دراهم هكا. هادي خصوصية الطرطات هكا باش كتقادو بها الجينواز ديالكم باش كتجي الكريمة مقادة ومفينية. المهم أنا ما كانش عندي الوقت البنات أنني ندخلها الفريغو ونخليها تجمد عاد باش نزينها. أنا استعملتها ديك الساعة خدمت بها يعني تقريبا هاد الطورطة درتها في ساعة ونص تقريبا، ساعة ونص بحال هكا.
درتها وجات غزالة كتحمّق، وانتوما طبيعة الحال كان عندكم الوقت وكنتو باغيين تعدلوها من قبل أنكم ديروها في التلاجة عاد تزينوها. المهم أنا دابا خديت هاد فيرميسين الشعرية كنديرو غير في الجناب ديال لاطارط، ما غنديروش في الوسط غير في الجناب. عاوتاني كيعطي منظر زوين بزاف، واللي ما بغاش يدير هذا يدير اللوز إيفيلي ولا كاكاو كونكاسي، كتشدوه كتحمروه هكا في المقيلة وكديروه. صافي من بعد ما أنني زيّنت هاديك البلاصة كاملة بالشعرية، دابا كنجيب داك الجبن الحلواني وكندير فيه الكريمة ديالي. الكريمة نيت هي اللي درتها في الطورطة، جبتها درتها في هاد المول. راه تيعطيكم داك 2 ريوسة كتختاروا الراس اللي بغيت. أنا اخترت هاد الراس وصافي. دابا غادي ندوّر على الطورطة ديالي كاملة بحال هكايا، كتجي على هاد الشكل هذا كيما يبان ليكم في الفيديو. حاولت أنني نكبّرها شوية، هاد التزيين كبّرتو شوية غير لأن الكيكة عندي الطورطة عندي قليب باش تبان أنها الشكل على شكل قلب. وتاني حاجة عاوتاني التزيين يكون زوين. فاش تبان لكم شي وحدة هكا ديال ديك التزيين أنها ما عالياش، راه حتى تولي ديروا شوية د الكريمة تقادوها وصافي كتجي على هاد الشكل هذا. بالنسبة الكلا البنات ما تديوش عليا الكلاصاج أولا هذا الكلاصاج شنو غادي نديرهم الكلاصاج بغيت ندير البنات. في الأول كنت غادي ندير النكهة ديال الفاني الكراميل وهذاك باش تعطي ديك اللمعة، ولكن ولدي ما بغاش قالك بغا فيها مذاق الشوكولا. درت الشوكلاط دوبته مع 4 كاس ديال نقولوا 30 ميلي ديال الكريمة السائلة اللي خدمت بها. درت فيها تقريبا واحد 60 غرام ديال الشوكولاد اسود سخنت داك الكريمة ودرت فيها داك الشوكولاد وخليته حتى داب، خليته حتى دفا حتى كياخد شوية الدفء ديال حرارة المطبخ عاد باش كبيتو على الطورطة ديالي، لأن اللي درتو وهو سخون غادي يدوب ليكم الطورطة ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. وصافي البنات من بعد ما عطيتكم ديك النصائح كاملة كتكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطة ديالنا، كتجي على هاد الشكل هذا. وكنعتذر منكم إلا سمعتوا الصوت ديال بنيتة راها كتلعب. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها. ما تنساوش اختكم من لايك. السلام عليكم.